أنا عندي جارة عندها 4 ولاد وبنتين كلهم صغيرين، الكبير 13 سنة والصغير سنة ونص. أنا لسه نقلة جديد من 6 شهور، ومن وقتها وهي لازقة فيا بشكل مش طبيعي. ما تهنتش غير لما رجلها خدت على بيتي، مرة تطلب بيضة، مرة رغيفين عيش، مرة بصلة، مرة 10 جنيه. المرة دي بقى جاية تقول لي سلفيني 3000 جنيه أعيد بيهم، ولما جوزي يرجع من العمرة هيرجعهم لك. بتقول لي أصله ما سابليش مصاريف. المهم لما بشوف ولادها بيصعبوا عليا جدا، لا لبس ولا نظافة ولا أي حاجة، حتى هي هدومها مقطعة. كانت بتصعب عليا لدرجة إن حتى فرش البيتها ما عندهاش. لما سألتها جوزك شغال إيه، لقيت حالته المادية ممتازة، الله أكبر، فتح سوبر ماركت كبير هو وإخواته، وفي رمضان مثلا بيقعد الشهر كله في العمرة، وساعات بيروح عمرة في المولد. وولاده لو حطيت قدامهم إزازة عصير 2 لتر ما بيقوموش غير لما تخلص، والحلويات نفس الكلام. لازقة فيا هاتي ودي جيبي، ولما نقعد نحكي تقولي أنا مش ناقصني حاجة مع جوزي، وفي نفس الوقت تقولي مش بيلبسني ولا بيشتري لي. أنا مش فاهمة أعمل معاها إيه وزحلقها إزاي. الراجل مقتدر جدا وقابل يسكنها في فيلا ويلبسها هي وولادها أحسن لبس، وأنا جوزي موظف على قد حاله. والله لما بنخرج مع بعض بنتحرج من شكلهم. ولادها هدومهم مقطعة وبيدخلوا محلات يبهدلوا الدنيا، ولو طلعوا عندي وشافوا ألعاب بنتي بيمسكوا فيها ويعيطوا وعايزين ياخدوها غصب. بقيت أول ما أسمع صوتهم بلم اللعب واشيلها. سألتها هتعملي كحك وبسكوت؟ قالت لي لا ما بعرفش. قلت لها هاتي المقادير وانا اعلمك. قالت لي لا ملوش لازمه، اصل الجيران بيبعتوا لي. وقالت لي انت حاجتك حلوه ما تنسنيش. يعني عايزاني ابعت لها كحك العيد. قلت لها انا هشتري كام كيلو جاهز عشان تعبانه وعندي غضروف، يا دوب قادره انضف البيت، وبرده طمعانه فيا. بجد والله العظيم انا عايزه اقطع علاقتي بيها تماما. كرهت حياتي. لو نظفت بيتي يجوا يبهدلوه، ولو ما قلبوش الكوبايات على السجاد يكبوا ميه والبيت يتقلب، ولو ولادها مرضوا بنتي تتعدي منهم تاني يوم. والمشكله ان كلامي كله بيطلع بره للجيران. لو قلت عندي صداع الدنيا كلها تعرف، لو قلت هروح لاهلي الاقي الجيران بيقولوا لي سلمي لنا عليهم، مع اني اصلا مش بروح بيتها، هي اللي بتجي لي. ازاي اقطع علاقتي بيها؟ انا بجد تعبت ووصلت لمرحله صعبه.